السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ مقطع اليوم جيتكم في أكثر 5 شخصيات هدوءا في عالم الأنمي. طبعا شباب، حاب أنوه على نقطة، في عالم الأنمي في شخصيات كثيرة هادئة، لكن أنا اخترت 5 بس. في شخصيات أكثر لكن أنا اخترت 5. إذا تبون جزء ثاني للمقطع اكتبوا لنا في التعليقات. نقول بسم الله ونبدأ. طبعا يا شباب، الشخصية في المركز الخامس شخصية ليفاي من أنمي هجوم العمالقة. شخصية ليفاي شخصية هادئة، وشفنا هدوءها في الأنمي. شخصية جدا هادئة، سبب هدوءها اتوقع قوتها، يعني شخصية قوية وتقدر تقتلك اي عملاق بسهولة. فنروح للمركز الرابع. في المركز الرابع شخصية ال من انمي ديث نوت، الشخصية الرهيبة، الشخصية الاسطورية، افضل شخصية عندي في انمي ديث نوت. شخصية هادئة جدا، يعني ما قد شفناه يعصب او اي شيء، هادئ دائما. يعني اذا كان يحتمل انك انت المجرم بنسبة 90، يمكن نقول لك بنسبة 3 او بنسبة 10%. شخصية جدا رهيبة، وشفنا هدوءها في الانمي. فنروح للمركز الثالث. في المركز الثالث شخصية مادارا من انمي ناروتو. طبعا يا شباب، انا ما كملت ناروتو، لكن على كلام الشخص اللي اعطاني فكرة المقطع، قالوا ان شخصية مادارا شخصية هادئة، فعشان كذا انا حطيتها في ذا المركز. ونروح للمركز اللي بعده. في المركز الثاني شخصية ميهوك من انمي ون بيس. ميهوك دائما هادئ، ميهوك ما قد طلع وهو معصب. ميهوك هادئ، نعم، يعيش في جزيرة الحالة، الهدوء، فعشان لا حد يزعل. نعم، شخصية ميهوك شخصية هادئة بالنسبة لي. نروح للمركز الأول. الشخصية اللي في المركز الأول شخصية ويس من انمي دراغون بول. ويس، مين ما يعرف ويس؟ ويس شخصية هادئة، يعني اللقطات اللي طلعت فيها انها متوترة، ما اتوقع انها طلعت في اي لقطة انها متوترة او شيء، الا لقطة يوم انه دخل عليها مزينو، او يعني دق عليها مزينو. الزبدة هي لقطة واحدة بس اللي طلع فيها متوتر، غير كذا هو مو خايف. يعني حتى في ارك الاكوان بيدمرون لك الكون كله، الا ويس ما راح يتدمر. نعم، عشان كذا هو هادئ. وبس يا شباب، هذا كل المقطع اللي كان اليوم. لا تنسى تشترك في القناة وتنشر المقطع إذا عجبك. طبعا يا شباب، قبل من المقطع، الشخص اللي أعطاني فكرة المقطع اسمه سلمان، يعطيه ألف عافية. ويا شباب، راح تلقون قناة في الوصف، قناة جدا رهيبة، يعني توها بادية. بالنسبة له كتو بادي قناته، مستواه جدا رهيب. يعني لو تقارن ببدايته بتقول اوه شيت، والله مرة فرق. فهذا الإنسان رهيب، روحوا تابعوه، صدقوني انه بيعجبكم محتواه. فرابط قناته في الوصف، روحوا تابعوه، انسان رهيب جدا. وبس، هذا كل مقطع كان اليوم. يا شباب، اذا تبوني انزل مقاطع اكثر وكذا، اعطوا المقطع لايك، وكمان اكتب اذا عندك اي فكرة في التعليقات، يمكن اني اخذها، اكتبها لي في التعليقات. وبس، سلام. ايه صح، قبل ما تسكر المقطع، ادري اني ابثرتك، لكن في جروب استقبال في الوصف، ادخل الجروب واكتب لقبك، وان شاء الله اضيفك في الجروب حقي. خلاص الحين اقدر اقول لك يلا سلام، ادري اني طولت مرة.